لو انت ما شفتش الاجزاء اللي فاتت من رحله لوفي الاسطوريه يبقى خش شوفها الاول. في الجزء اللي فات شفنا وصول الطاقم اخيرا الى جزيره الباف، وقدروا يوصلوا للقريه وقبضوا على رودو حاكم الشمس، واخيرا الطاقم اجتمع تاني. وكده روبن خلاص قربت تقابل ساول. وعشان ما اطولش عليكم اكتر، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى، وشكرا جدا جدا على ال1000 مشترك. ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتعالوا بينا نكمل باقي الحكايه. بنشوف روبن وهي صغيره وكانت بتهرب من الجميع، انها كانت بتشكل خطر عليهم لانهم واخدين فكره خاطئه على جزيره اوهارا. سمعوا انهم عاوزين يدمروا العالم كله ويسيطروا عليه، وكمان روبن هي النجاه الوحيده منهم، وبيقولوا انهم شياطين الجزيره ولازم يموتوا كلهم. وعشان كده روبن بتهرب منهم لانها تريد النجاه. وكمان البحريه قالت للصحافه كلام خطر على روبن، وقالوا انها اغرقت سفينه كامله من الناجين من بتوع اوهارا، لكن البحريه هي اللي عملت كده، ولكنه عاوز يموتها باي طريقه. وطبعا الناس كلها صدقت كلامه، وكل الناس دلوقتي بقت ضدها وبقوا خايفين منها. وبقت مكافاه روبن 79 مليون بيري، دي مكافاه كبيره جدا بالنسبه لسنها. وكانت روبن شغاله في مزرعه وبتشكرها العجوز، لكن طبعا هي بتغدر بيها وتجيب الحكومه عشان يقتلوها. لكن روبن بتهرب منهم بسرعه، وكانت بائسه جدا وبتحاول تبقى طيبه، ولكن بيشوفها واحد لكن بتهرب منه. وبقى العالم كله ضدها، وبقى العالم كله بيدور عليها، وكانت بتعيش اسوأ ايام حياتها. وبقى الناس يحكوا قصص عليها وكلها كده وبيألفوها من نفسهم، حتى اصبحت شيطان العالم كله والكل يتمنى موتها. وكانت روبن عاوزه تنتحر وتفضل تتذكر كلام الناس عليها، وكانت بتتذكر والدتها وبتقول لها عيش يا روبن، وتتذكر ساول وكان بيقول لها مهما الدنيا ضاقت بيكي تحكم نفسي طريقتي، لكن بتفضل تبكي بشده وتفضل تهرب من العالم ومن روح للحاضر. وبيكون العمالقه خلاص قربوا يوصلوا للمينا، وبيكونوا مستغربين ان في مينا على الشجره، لكن بينزلوا بسرعه وبيوصلوا اخيرا وبيرحبوا بيهم كلهم. وبيكون لوفي والباقي وصلوا برضه، وبيكون فرانك منبهر من السفينه الطائره وهي بتطير بواسطه الغيوم. بيوصل لوفي وبيرحب بيهم هيرودين وبيعرفهم على الطاقم، وبيتقابلوا كلهم اخيرا. وبيقول لهم هيرودين احنا اتباعك يا لوفي، لكن لوفي مش بيعجبه كلمه اتباع، انا مش محتاج اتباع. لكن هيرودين بيقول له دي رغبتنا يا لوفي. بيقول له اخبار هيثمتكم للبيج مام اثارت ضجه كبيره، لكن اشمعنى بيج مام؟ بتقول له جيرد انها كانت ترتبط بيهم وكانت صديقه الطفوله، لكن هي عملت اعمال شنيعه بالباف. لكن دوري بروجي بيقول لهم تعالوا نحتفل بقى، وكلهم بيفرحوا. بيروح الطاقم للحانه، لكن روبي بتنده على لوفي وبيركب فرانك وبروك السفينه مع جيرد. لكن هم رايحين على فين؟ وبيكون الطاقم كله على السفينه، وهم بيكونوا رايحين الجانب الغربي للقريه، وباين كده رايحين يقابلوا ساول. وكانت روبن عاوزه تروح لوحدها، لكن هم كلهم راحوا معاها لانهم عاوزين يشوفوا ساول. بيقول لها لوفي من واجب القائد يحترم من انقذ اصحابه، وبيقول لهم دوري يروحوا براحتكم وهاتوا ساول معاكم ونحتفل كلنا. وكان ساول عاوز يقابل روبن عشان يوريها المكتبه، وكمان ساول يكون بتدريس ماده التاريخ للاطفال. وبيوصلوا للشاطئ، وبيكون المكان ده نبع المحاربين، وبيهبطوا بالسفينه. وبتقول لهم جيرد المكتبه على تلك الشجره بتكون كبيره وبتسمى مكتبه البومه. وكان لوفي متحمس بيروح علشان يجيب ساول، لكن نامي تمسكه وتقول له ده لم شمل روبن. وبتكون روبن قلبها بيدق بشده، لكن بتيجي عملاقه وكانت بتطلب من نجده وتقول ان ساول انهار على الارض ومش بيتحرك. وبيكونوا مصدومين، ده احنا لسه واصلين، احنا كنا جايين نقابله بعد كل دوت جاي ينهار دلوقتي. بيكونوا عاوزين يساعدوه وتشاور لهم العملاقه عليه، وباين كده هو قدامهم. لكن روبن بتهدى وبتطمنهم كلهم مفيش حاجه، وتروح لساول وتفضل تتقدم لما توصل له وتقف قدامه. لكن ده بيحاول يخوفها، بيفضل يضحك ولكن بيتفاجئ من شكلها ونسي انها كبرت، وبيكون عاوز يشوفها عن قرب وتطلع على ايده. وبيقول لها انت شبه والدتك جدا. بيقول لها سمعتي بس فيجا بانك؟ وتقول له لا لانها كانت وسط المعركه هناك. بيقول لها ده اكتسب الكلمات من اوهارا، المنتصرين بيكتبوا التاريخ، وكلمات اوهارا اوصلتها للعالم لن تنسى ابدا. وفيجا بانك كان عالما ده خاطر بحياته، كانت دي اخر خطوه نسجتها اوهارا وفيجا بانك معا. وبتشوف جراحه، بيقول لها بعد ما اتجمدت لقيت نفسي بغرق في البحر ولكن قدرت انجو، وبين كده بسبب الحريق الجزيره لانه اذى بالجليد عني. وبعد كده اكتشفت انك عايشه وكانوا بيتكلموا عنك بطريقه مروعه، وكنت بشعر بالغضب. وبتقول له دعني ننسى الماضي، انا عاوزاك تمدحني لاني على قيد الحياه. وبيحضنها، واخيرا لقت لما شملهم بعد سنين طويله جدا وتتذكر كلماته، وهتلاقي اصدقاء في هذا البحر لا محاله. وفعلا وجدت اصدقائها الذين يساندوها، وبيبكي بشده لانه شافها اخيرا. بيتقدم لوفي بيقف قدامه وبيتكلم وبيقول انا بشكرك لانك ساعدت احد افراد الطاقم منذ وقت طويل. لكن طبعا انتوا عارفين لوفي مش بيعرف يتكلم في الحاجات ديت قوي. وبتقول له روبن ده لوفي، وبيقول له انا عارفك يا لوفي، انت مشهور جدا وكمان عارف مكانه اليونكو تبقى مشهوره قد ايه. وبيشوف الطاقم كله بيضحكوا وبيهزروا، وبيعيط ساول بيقول لها انت لقيتيهم اخيرا، اصدقاء حقيقيون يفعلون اي شيء لكي يحموني. وبيكونوا متاثرين بكلام روبن، وبيشكرهم ساول لانهم اعتنوا بروبن كل تلك المده. وتيجي نسخه فيجا بانك وتقول لساول انت مش فاكرني ولا ايه؟ بيقول لها لا انا عمري ما شفتكيش قبل كده. بتقول له انا فيجا بانك بقالي كتير ما شفتكش. بيجيب جيم صندوق غريب هم خدوه امر من فيجا بانك. بيقول لها موجود ايه جوه الصندوق
دوت وبتقول له انا بداخله. تسودو ايه انت بداخله؟ وبتقول لهم في نسخه من فيجا بانك جوه الصندوق، وبيكون كلهم مصدومين، وهي الاكثر تطورا من الاقمار واللي جه في الباف قبل 20 سنه هي النسخه ديت، ولكن انا ما عنديش الامكانيات اخرجه بامان، بس ممكن استقر هنا وابني مختبر جديد. وتقول لها بوني يعني كده تقدري تنقذي كوما؟ وتقول لها ايوه، وبتكون فرحانه. بيقول ساول لو انت فعلا فيجا بانك فانا فرحان اني قابلتك تاني، لكن انت ازاي بقيت واحده؟ وبتقول له انا هشرح لك كل حاجه. وبيجي اطفال عمالقه بيكونوا عاوزين يلعبوا وبيسيبهم ساول، والينبوع دوت الاطفال بيلعبوا فيه. طبعا بيكون ساول ومساعدته كانوا بيتمرنوا على تلك اللحظه منذ زمن طويل، وبيكون اسمها انجي مساعده ساول. عندنا افضل مدرسه ومكتبه في الباف. وطبعا بيكون لوفي واسوب عاوزين يشوفوا القريه، وهي دي مدرسه الاطفال، وساول اللي عملها بامر من الملك السابق. بيقول لهم ساول ياخدوا الطاقم في اي حته، وهو عاوز ياخد روبن عشان يوريها مكتبه البومه، وتقسم انجي وجيرد لمجموعتين. انجي هتروح للمدرسه وجيرد هتروح اماكن تانية، وبيكون زورو وبروك هيروحوا المدرسه، وتشوبر هيروح مع روبن عشان تشوف المكتبه. بيقول جيمبي لفرانكي هتروح فين؟ بيقول له انا مش عارف، الشجره دي عملاقه جدا دي بتشغل بالي. بنشوف لوفي والباقي بيهربوا من الاطفال، وكان لوفي عاوز يقاتلهم ولكن بتوقفهم البنات. بيقول لهم وقفوا عن دوت، وبيتاسفوا هم دول فعلا من الباف. بيقول لهم اسب انتوا هتروحوا البحر وهتخوضوا معارك قاسيه يوما ما، مش هو ده حلمكم؟ لكن طبعا ما فيش حد بيرد عليه، وبيبين كده هم مش عاوزين يبقوا محاربين. بيكون مصدوم منهم، بس ليه مش عاوزين تبقوا محاربين؟ بيكلمهم حد ولكن طبعا هم مش عارفين الصوت جاي منين. وفجاه المكان بيهتز وبيكون واقفين على عملاقه وتكون اسمها ريبلي استاذه الاحياء. بيقول لها اسب ليه الاطفال مش عاوزين يبقوا محاربين؟ انا كنت فاكر ان اطفال الباف عاوزين يبقوا محاربين اقوياء. وبتقول لهم الكلام ده من كام من 100 سنه، حيث الباف كانت مرعبه للجميع، ولكن دلوقتي كل حاجه اتغيرت. قلت لهم انا عارفه انتوا مين، ساول حكى عنكم كتير، ده انا قدوه سيئه للاطفال في التدريس. قلت لهم ملك هارولد كان تاجر مع الجزر بدل نحاربهم، ده هو الملك السابق للباف، حلمه كان بيتحقق، لكن قتل الملك على يد ابنه، وترفض الباف تتويجه ملك عليهم، لذلك مفيش ملك حتى الان في الباف. بتقول انت ليه مش في شكلك الابيض وهو الجيل الخامس الخاص بلوفي؟ يقول لها ده شكلي لما اكون حر. وتقول له في اسطوره عندنا بتتكلم على شخص نفس المظهر، انا كان نفسي اشوفه لان انا اخر جيل من المحاربين. بيكون الاطفال عاوزينهم عشان يفرجوهم على المكان. وبيكون ساول داخل المكتبه بيقول لي روبن انا عارف انك شفت الحاجات دي قبل كده، انا وصلت الباف بالكات حي، انا كنت قلقان على كتب الباحثين اللي ضحى بنفسهم عشان يحموها. بيقول لها خلي بالك من الكتاب، وكمان لقيت الكتب بحاله جيده. ويدخلوا وبتكون روبن ماشيه بتلاقي الكتاب بدا يكبر فجاه، وبتكون مصدومه من شكل المكتبه. اي كتاب بيدخل هنا بيكبر حجمه. اهلا بيكم في مكتبه البوم السحريه، هتلاقوا كل حاجه هنا خاصه باوهارا من 22 سنه، احنا بحثنا عن تلك الكتب في انحاء الباف ولقيناها كلها. وتبكي روبن من شده الفرحه وتتذكر جزيرتها. ونروح للعالم السفلي وبنشوف لوكي بيكلم حد عن طريق الحلزون، بيقول انا مضيت وقت طويل جدا. بيقول له ما زال الحدث بيزعجك؟ بيقول له ايوه، كل مره افتكره جسمي بيقشعر منه. بيقول له لوكي احنا ما تقابلناش قبل كده، ولكن يا ريت نكون اصدقاء لمده اطول، ده لو كنت مكانك لكنت دمرت المنطقه كلها وقتلت كل واحد فيهم. بيقول له انا مش عاوز كده. وبيزعق لوكي بيقول له عشان انت كده مثال للسذاجه، لا يجب اولئك الاغبياء ينجون من فعلتهم واللي هيجوا سعيا في الانتقام. بيقول له شكرا ليك، انا ادركت مؤخرا انك تخفي كلام اللطيف ورا الكلام العنيف دوت. وبيغضب لوكي بيقول له انت بتشعرني بالاشمئزاز، فهمت الموضوع بشكل خاطئ، انا لطيف فعلا. وبيقول له اهدى. وبيقول له لوكي اسكت، انا لما اتحرر انا هلقنك درسا لن تنساه. بيكون العمالقه بيحتفلوا والاجواء حلوه، لكن بتحصل حاجه غريبه في القلعه، بتفتح بوابه شيطانيه فيها زي اللي خرج منها الجروسيه، وبيصير منها 2 غرباء، لكن هم مين دول بالظبط؟ واحد بيشبه حد نعرفه. وبنشوف بوني وتشوبر بيقراوا كتاب، وطبعا بيكون كبير وبتكون الكتب بلغه غريبه. وبياخد ساول روبن، وبتشوف بوني بومه عملاقه. هي بومه دي عايشه؟ بيقول لها ساول ايوه، وبيكون اسمها بيبلو مدير هذه المكتبه. بيقول ان هو هنا منذ مئات السنين. بومه دي قادره على تضخيم اي كتاب يدخل في نطاقها. نواريس الاخبار مش بيجوا الباف لان هذه الجزيره غير منتسبه لحكومه العالم، لكن في صيادين في البحر بيقراوا الصحف، واحنا بناخدها وبنقراها في المكتبه، وبيكون زي اللي مع ساول وبتكون كبرت، وده بيكون بسبب سحر بيبلو. وبتكون فاكهه بيبلو هي فاكهه النمو ايكونومي من نوع مراميسيا، بتمنح المستخدم القوه على جعل الاشياء غير الحيه كبيره بمجرد يدخل نطاقها. وبيكونوا منبهرين من حجم المكتبه وكمان كميه الكتب اللي موجوده فيها. بيقول له ساول المكان عادي ليك الذكريات يا روبن. بيكون تشوبر بيدور على كتب طبيه، وبيقول له ساول الكتب موجوده وهي من كتابه تلك الجزيره. وبيكون فرحان، ولكن الكتب دي بتكون كبيره ولا يمكن تصغيرها. وبنشوف لوفي بيلعب مع الاطفال، وكان بيتارجحوا بقوه كبيره لدرجه انهم خافوا جدا. وكمان اسب وبيحاول يوقف لوفي، ولكن لوفي بيكون متحمس جدا وبيزود القوه اكبر، ولكن نامي بتضربهم وبتقول لهم انتوا خليتوا الاطفال يخافوا. وبيعتذر لوفي وبتقول له الاعتذار لوحده غير كافي. وبيلاقي الاطفال بيبكوا، المحاربين مش بيعيطوا، دول مثير للشفقه. بيقول له سانجي الاطفال بيتربوا هنا على اللطف، ولكن طبعا دول عاملين زي سانجي بالظبط. وبيكون كلون قرب يوصل وبيشوف
وبنشوف فرانكي وبيكون بيتسلق الشجره، وبنشوف في المدرسه الاطفال بيلعبوا وكان زورو نايم كالعاده، وبيكونوا بيلعبوا مع الطاقم، وبيكون لوفي وأوسوب زعلانين. دول كانوا فاكرين ان الباف هتكون شيقه جدا، ولكن حصل العكس، البلد بتحاول تبقى مسالمه اكتر من السابق. دول بيحاولوا يغيروا صوره الباف السيئه، لكن في حد بيجري على لوفي وبيضربه، وبيكون كولون وصل وبيفضل يهجم عليه، وبيقول له أوسوب انا هسيب امره ليك، وبيهجم عليه وبيكسر سيفه، وبيطلع لوفي فوق وبيستخدم الجيل الثالث وبيهجم على كولون. انت بتمتلك شخصيه قويه، وبيقول له أوسوب انت زودت الامر، بيقول له انا ما لمستوش اصلا، شوف انت عملت ايه. لكن طبعا الاطفال بيعجبهمش الامر دوت، وبيفضلوا يقولوا لوفي انت قاسي جدا ومخيف، انت تسببت بالفوضى يا لوفي. لكن كولون بيكون عجبه الموضوع، هو ده المتوقع من يونكو، وبيكون الاطفال مش بيحبوا كولون، انت مثير للشغب، انت حتى مش في المدرسه. بيقول لهم يخرسوا، انا مش بحب الجبنه اللي زيكم، انتوا جبنه جدا. لكن بتيجي ريبلي وبتقول له انت مشاغب يا كولون، ولكن ضربتك كانت كويسه، وبنعرف انه بيكون ابن ريبلي، وبيكون سانجي مصدوم، وتقول له نامي انت تسببت بالمشكله. وبيقول له زورو الولد ده شجاع جدا، وبيقول له كولون انا والدي بشري برضه. بيكونوا مصدومين، والدي كان قرصان قوي جدا، لا احد كان ندا له حتى العمالقه، لكن بيكون هو بعيد عنهم لانه بيشيخ ورفض يتزوج ريبلي، وهي كده زوجته غير الرسميه. دي مين الشخصيه المجهوله ديت؟ وبيكون لوفي ميت من الجوع، وبيقول لهم ده في وليمه كبيره جدا عشانكم، وهم هيروحوا عشان ياخدوا روبن. فبيروحوا المكتبه، فبيكونوا منبهرين من شكلها، وبتقول لهم روبن هتقعد مع سول شويه لانها عاوزه تتكلم معاه اكتر، وبتكون نسخه فيجا بانك هتاخد اذن للعيش في هذه الجزيره. وبيجي فرانكي يقول لهم انا اكتشفت حاجه مهمه، الجزيره دي هي شجره ادم نفسها، الشجره التي صنعت منها صني. في شجر كتير من ذلك النوع حول العالم، ولكن تلك الشجره عمرها مختلف عن جميع الاشجار. بيكونوا رايحين القريه، ولكن جرد بتوقفهم، وبتكون عاوزه تقول حاجه لكن هي مكسوفه، وتقول لهم عاوزه طلب منكم. وبنشوف بروكر ابتدى زي الباف، وبيكون بقيه الطاقم برضه، وكده بيكون الطاقم اكتمل اخيرا. بيقول لها فرانكي انت ليه معاكي لبس باحجامنا؟ بتقول له هوايتها هي صنع ملابس للبشر. بيقول لها زورو يبقى انت زي المنحرف رودو. بتقول هي بتصنع اللبس بس هي مش زيه اصلا. وبيتخانق معاه سانجي، وبيكون لوفي مش قادر خلاص، وبيتاخدهم جرد للوليمه، وبيوصلوا اخيرا وبتقام الوليمه. دول اتعلموا فخرنا وحررونا من اغلالنا، وكنا على شفير الموت، واحنا هنا اخيرا وكلنا اتجمعنا تاني اخيرا. لوفي 1 مليون كل 4 هو القوه المحركه للاحداث الاخيره، هو الذي هزم كايدو والبيج مام، احنا بنرحب بيهم هنا. وبتكون الاجواء سعيده جدا، وبتيجي بنات لسانجي هو انا في نعيم ولا ايه؟ انت طول عمرك كده منحرف. وبيكون لوفي بياكل بشراهه، وبتكون في سفينه قادمه ناحيتهم، وبيقابلوا ستانيس وهو بيكون عملاق من حديث الشيبوندي. وطبعا لما لوفي ضرب التنين السماوي، بس طبعا الزمن بيغير شكل الشخص فعلا، وبتكون حاجه كبيره بتقرب منهم، وبيكون عملاق ضخم جدا على العمالقه التانيين. انا سمعت ان في بشر هنا، فانا جيت عشان القي التحيه عليهم. وبيشوفوا لوفي، لكن بيلاحظ ان في سيف في راسه، لو كمان يخترق راسه حرفيا، وبيكونوا مصدومين منه. وبنروح للقلعه، وبنشوف العمالقه اتقابلوا مع الدخلاء، انتوا مع طاقم قبعه القش ولا ايه؟ وكمان انتوا دخلتوا القلعه دي ازاي؟ وبتقول لهم فين لوكي؟ يقول لها ده عار الباف، كمان قتل الملك هاردوك اللي احنا كنا بنحبه، وكمان احنا مش هينفع نجاوب على ذلك السؤال ده، لو اتحرر هنقع في مأزق كبير جدا، يبقى انتوا مش هتجاوبوني. وتتقدم شويه، ولكن العملاق حس بشيء مرعب، وبدا يتألم بشده. هو ايه اللي بيحصل؟ كأن في حاجه بتضغط عليه بشده، وكان بيموت حرفيا، وصاحبه مش عارف ايه اللي بيحصل، وبيموت وبيفضل يضغط عليه اكتر، وبعدين كده هو مات. انا ما كنتش بقول سؤال، انا كنت بامركم انكم تجاوبوني. وبعدين كده القوه جايه منها هي، وبيكون شانكس واقف وراها. طب ازاي دوت؟ هو شانكس قلب ضدهم ولا ايه؟ وكمان هم مين اصلا؟ وكمان ده شانكس ولا واحد بيشبهه اصلا؟ وبتقتلهم كل العملاق التاني، وبيمشوا من القلعه. وبيكون طاقم قبعه القش بيحتفلوا بالوليمه، وبيكون العملاق ده اسمه يارول، وبيكون اكبر رجل فيها العالم، وبتعدى عمرها 400 عام. وبيكون لوفي عاجبه طعم اللحم جدا، وبيكون رجل مصدوم لانه طبعا ما فيش بشر بيقدر يدخل عالم الشمس، كلهم بيظنوا ان العالم السفلي هو العالم الوحيد في الباف، وعشان كده هم بيهربوا من الجزيره. وطبعا بنشوف اوسوب بيحكي قصصه البطوليه، وطبعا برضو انتوا عارفينه بيكون كذاب وبيحب يزود الكلام من تلقاء نفسه. وبنشوف سانجي مستمتع مع الفتيات العمالقه، وبيحتفلوا مع بروك، وبيجي رودو بيكون متدغدغ حرفيا ومتاسف لنامي والباقي. وبتكون جردي هي اللي اجبرته على الاعتذار، وبيقول له زورو حصل خير، على الاقل ما فيش حد مات، وكمان الافضل ان اوسوب وقفني، ده لو ما كانش وقفني لكنت قطعت راسك حينها. وبيخاف رودو منه، الناس دي مكافئتهم عاليه، ما تستخفش بيهم يا رودو. وبتقول له جردي يبقى يقطع راسه المره الجايه لو عمل حاجه. بيقول لها كل من ولد في الباف بيحلم يبقى حاكم الشمس ويسيطر على هذا العالم. وطبعا كل العمالقه بيتخانقوا، وده بسبب صفه حاكم الشمس. الاساطير عندهم بتقول ان هو حاكم الدمار او الضحك او التحرير حتى، ومش عارفين حتى انهي الصفه الحقيقيه عنده. ونعرف ان في نصوص هارلي الخاصه بالباف بتنقلها الاجيال عبر الزمان، وفسرت تفسيرات كتير عن حاكم الشمس، ومحدش عارف صفته، ومفيش حد قدر يترجم ترجمه موثوقه. وكان بيدعى حاكم الشمس نيكا، وهو ظهر كبطل لايقاف دمار العالم او مدمر الذي يريد تدمير العالم، ولكن ده بيصير لما العالم يبقى تغييرا
جذريا، وعشان كده اصحاب السلطه بيخشوا ظهور نيكا. بيقولوا لوفي ده باين الشخصيه دي اللي بوني كانت بتتكلم عنها، كل الناس التي تملكها اليأس وكان يلجأ اليه، وكان نيكا بيكتسب سحب بيضاء وكان يضحك وشعره ابيض. بيقولوا لوفي عشان كده هم بيقولوا انا بشبهه، ما انت هو فعلا يا لوفي، بس انا ماليش علاقه بيه، ده حلمنا كلنا نسبح نيكا. وعشان كده لوكي وهارولد وفي عاقبه ان يحاولوا يسبحوا نيكا، لكن بيتعصبوا منه وما تتبررش حاجه لوكي كانه كويس، ولكن لوفي باين عليه نسي لوكي. ده لوكي ما عندوش ذره رحم وخير، ده امير ملعون، كان في نبوءه قبل ولاده لوكي وهي موت هارولد على يد ابنه، وكتر حسن الحظ الخاص بالعائله الملكيه. وفي العام نفسه قتلت لين المحارب اليورا الاسطوري. ولدت لوكي توفيت من ولدة لوكي بعد عام، وبعد كده لوكي اتخذ العالم السفلي صيحة لعب ليه، وقتل بعض الوحوش وروض بعضها واطلقها على القريه، وكل ده هو العاشره من عمره. مقالب لوكي لا حصر لها، نشر بها الدمار والنيران في البلاد. كل شويه هارد ما كانش موجود، بنعيش جحيم بسبب لوكي. وبعد ذلك حدثت الحادثه، لقد تم قتل هارد على يد ابنه لوكي، اعظم ملك عرفته الباف. وكان هارد عايز يدمج الباف مع باقي العالم عشان انسى سريد الخوف من الباف، وطعن يارول عندما حاول منع لوكي. وقبل 6 سنوات تم القبض على لوكي على يد الاحمر الشعر شانك، ده كان هنا من قريب واحنا مش عارفين مكانه ووجهته. وبيكون لوفي فرحان جدا، لكن زورو بيشرب بحاجه من لوفي وبيتكلموا مع بعض. بيقول له انا شعرت بارتباك منك، بيقول له انا اتكلمت مع لوكي، بيقول له ده كذاب، سمعته السيئه بتسبقه، وكمان انت بيصل خداعك يا لوفي بسبب شانكس. يعني انت تقصد لوكي بيكذب عليا، بس انا ما قابلتوش عشان احكم عليه، ده لو كذب عليا مش هحرره وهموته ضرب. وتيجي نامي انا كنت عارفه ان في موضوع مستخبي. بيقول له زورو احنا هناخد المفاتيح، احنا هنعرف لو هو كذاب فعلا. بيكونوا رايحين القلعه وبيكونوا رودو معاهم، وبتكون نامي خلته الخادم بتاعها، وده بعد ما صعقته بزيوس. وبتكون نامي كل غايتها هي الكنوز الموجوده داخل القلعه، ونشوف الدخلاء بيتجولوا فيها العالم السفلي، وبيكونوا وصلوا للوكي وبيكون فرحان جدا. انا فهمت عرضكم ولكن انا هرفض. وبعدين كده هم عرضوا عليه يبقى من فرسان المقدسين ويبقى هم منهم فعلا. بيقول لهم الا يعني ذلك انكم من تنين السماويه، ومين اللي هيوافق يبقى حساله زيكم؟ وبيتكلم شانكس احنا نعرف ايه عنه، وبتقول له معلوماتنا قليله، كل ما نرسل حد بياخدهم غراب من قطع الاتصال، انا شايفه اننا نقتله. وبيكون اسمها غونكو وهي فريسه مقدسه، وبيسهر ديب ورا غونكو وبيامروا لوكي ياكلهم، لكن غونكو بتطلع حاجات غريبه وتلفها حوالين ديب وكانت بتخنقه حرفيا. وبيكون لوكي مصدوم وزعلان على الديب، بيقول له شانكس انا هقدر انقذه لكن بشرط انك تبقى مننا، انت بتعمل معايا صفقه يبقى موت يا صديقي وانت مطمئن. انا عارف انك بتشعر بالغضب والحزن في نفس الوقت، لكن المحارب لا يفر من موته. انا ساتغذى على غضبك وسادمر هذا العالم. بنشوف لوفي والباقي وصلوا اخيرا للقلعه، وبينزل لوفي بسرعه، وبتكون القلعه هالكه فعلا. منذ موت الملك لم يأتي احد الى هنا منذ 14 عاما. بيكون لوفي فرحان لانه يقدر يدخل، لكن بيكون رودو مصدوم ازاي البابا مدمره، وكمان فين الحراس؟ المفروض ما فيش حد جه هنا من زمن، ده باين كده في دخلاء. بيكون لوفي فرحان جدا، لكن يمسكوا نامي وبيقرب زورو وبيقول البوابه اتدمرت من الداخل، وكمان الاثار حديثه، وبيقدر لوفي يفلت منها ويدخل جوه، وبيدخل الباقي معاه، وبتكون كبيره جدا. وبيكون رودو خايف يدخل، لكن نامي بتخوفه وتقول له تعالى شلنا، وبيدخل وبيشيلهم. وبيكون لوفي بيستكشف المكان وبيقول له فين المفتاح، بيقول له رودو انا مش عارف، انا اول مره ادخل القلعه. وبيكملوا سير داخل القلعه، لكن هي فعلا كبيره جدا بالنسبه للعمالقه. وبيكون لوفي بيستكشف بسرعه، وبيقول زورو القلعه مدمره جدا، وده فعل الدخلاء برضو. وبيقول له رودو دي اصلا معركه لوكي وهارود، المعركه كانت دمار فعلا، ولوكي كان وحش فعلا، لكن هارود كان محارب عظيم، ولكن لوكي حتفه. وبيكون لوفي اكتشف حاجه، وبيدخل رودو وبيفضل ماشي وبيخبط فيه بجمجمه وبيخافوا، وبيكون في مجموعه من عظام العمالقه، لكن ده طبيعي. لوكي في اليوم دوت قتل ما يزيد عن 100 عملاق. القلعه حينها كانت تعج بالجنود الكسر، واللي نجا من تلك الحادثه هو يارول ولوكي. بيكون لوفي اكتشف حاجه، وبتكون جمجمه عملاق كبيره جدا، وكمان عنده قرون، ده قريب اوز ولا ايه؟ وبيلاقي لوفي صوره كبيره، بيكون هو ده الملك هارولد، وكمان كان ضخم جدا، والعمالقه دول كانوا بيجروا في عرقام دماء الحروب، لكن ما زال هناك ورثه منهم. وكمان تلك الندوب على راسه هي اصل لقرونه، وهو نزعها بنفسه، وهي اصل لسلاله العمالقه القدامى التي كان ينحدر منها. هو عمل كده لان العمالقه زمان كانوا يذكرون العالم بعصر الحروب، ده كان اعظم ملك عرفته الباف، وكمان الكل كان بيمتلك ضغينه اتجاه لوكي غير ابن ملك الاخر وهو هيرودين، وهو الاخ الغير الشقيق للوكي. هارود لسه كان بطفل من امراه اخرى قبل ما يتزوج الملكه، لكن في الباف لم يجعل والده هيرودين الملكه، وده عشان والدته من دوله مختلفه من العمالقه. وبيكملوا الطريق وبتقولوا نامي طالما هي عملاقه فاين تكمن المشكله؟ بيقول له انتوا البشر بتصارعوا على الارض ومثل هذه الاشياء، احنا كعمالقه الباف وتعرفنا على العمالقه خارج الباف هنلوث هذه البلاد. بيقول له زورو هيرودين زيهم برضه، طالما هو زيهم انت معاه ليه على متن السفينه؟ بيقول له هيرودين مختلف عنهم، ونعرف ان في طفولته كان الجميع بتنمر عليه، وكان في يوم بيرسم اشياء، بيجي هيرودين بياخد منه الرسمه وبيتعجب من رسمته، وكان عاوز يتعلمها
يرسمها، وهو بيقدر يرسم اي حاجه زي نامي، وكده بيصبحوا اصدقاء. هو يريد توحيد جميع العمالقه في العالم، هو الذي سياخده ملك جميع العمالقه. بيقول لهم لوفي يجوا بسرعه، بيكون عصر على العمالقه الحراس وبيكون مغمى عليهم، وبنروح للعالم السفلي وبتكون غونكو بتهجم على لوكي وبتقول له انت استوعبت الامر ولا لا؟ يقول لها لوكي انه مش هيقدر يتحرك، بيقول له الفارس الامر مش منتبه كده، لكن غونكو بتستعد وتهجم تاني على لوكي وتقول له انت مش هتقدر تبقى فارس مقدس حتى لو دي رغبتك، لكن احنا نعرض عليك تبقى مننا، وتهجم على لوكي. لكن بيقدر لوكي يعرف الضربات المستقبله، وبتقول له الخيوط دي بتمثل الضربات المستقبليه واقدر الغيها برضو. انا هسالك لاخر مره يا لوكي، هل تنضم لفرسان المقدسين ام لا؟ بيقول لها لا ايتها الحمقاء، لكن غونكو بتتعصب وتهجم على لوكي وتضربه تاني، وكانت هتهجم عليه ولكن يوقفها لوكي وتقول له هتنضم لينا ولا ايه؟ لكن لوكي بيستفزها وتهجم على لوكي تاني وتفضل توجه ضربات مميته لوكي، ده بيموت حرفيا. وكان الفارس بيشاهد الوضع وبتكون كل الوحوش ماتت، وكانت غونكو هتهجم تاني عليه لكن وقفها الفارس. بيقول لها هذا يكفي، احنا نغير الخطه، هنتصل بالمارجوا، انا ساهمت بين الاشخاص عديم الفائده، انا كنت بتمنى ننهي الامر بطريقه احسن من كده. فبيظهر شكله اخيرا وبيكون اسمه شابروك، وهو قائد الفرسان المقدسين المقدس جارلينج. دي قوه لا يستهان بها فعلا، هيمنه محاربي الباف في العالم الجديد، لكن احنا هنخضعه من سيطره حكومه العالم. وبيكون لوكي بينزف جدا وبيقرروا يمشوا، وهم عاوزين يخلوا الباف خاضعه لحكومه العالم. وبيقولوا لوكي انت بتشبهه جدا، هو قصده على شانكس، انت واحمر الشعر مش غرباء. وبيقف شامروك وتقول له غونكو ما تتدخلش فيما لا يعنيك، ايوه قرصان عظيم وتنين سماوي سيتساءل اي شخص ليه وجهان يقفان لنقيض العالم. وكانت غونكو هتهجم عليه، لكن شامروك يقول له ذلك القرصان هو توأمي الاصغر. سحقا يا شباب، شانكس لديه اخ هو ايضا من الفرسان المقدسين، وشانكس عاد ذات مره الى الارض مارجوا، لكن فضل العيش في العالم السفلي القذر. غريبه، الشقيقين اتمنى ان اقتلهم، يا لها من صدفه، انتوا هتدفعوا ثمن فعلتكم، انتوا عارفين لو اتحررت هعمل ايه وايه اللي هيحصل. انا شاهدت مصير اصدقائي امام عيني، ساحمل هذا بداخلي وسانتقم لهم. بيقول له شامروك انت بان عليك بتهددني، وبيستفز لوكي وبتقول له غونكو ده مش بيستحق حاجه. بيقول لها ايوه انا لست بحاجه، انا لطخ يدي بشخص مثله. بيطلع سيفه وبتطلع اعين غريبه على السيف، بيطلع دخان غريب منه وبتكون هاله مرعبه اتيه من السيف، بيخرج منها ذئب، ولكن ده بيظهر له ثلاثه الرؤوس، وهو ده كريبيو سيف شامروك. وبيكون لوكي مصدوم، ايه الاشياء ديت؟ بيقول له ده سيفي، وبيخرج منهم سيوف، وبتجهز غونكو وسيله هروبهم على هيئه طائر، وبتقول له يخفي حضوره وايه اللي هيشعروا بيهم. يبقى شامروك السيف يهجم على لوكي وبيرجع سيفه تاني وبيمشي، بيقول له لو انت نجيت من الهجوم دوت يبقى تعالى انتقم مني، وحينها سوف اقاتلك بنفسي. انت تقصد ايه بالهجوم؟ ده طلع شامروك هجم على لوكي، لكن ساعتها الهجوم ما جاش فيه، وبيلاقي الذئب رجعت باتجاه لوكي تاني وبيحاول يفك نفسه بسرعه. انا هقتلكم كلكم ايتها التنانين السماويه، لكن دول بيندفعوا بسرعه عليه، ما بيكونش عارف يهرب وبيواجه مصيره وتخترق السيوف في جسده، وباين كده نهايه لوكي. بيقول له شامروك باين كده عمليه اخضاع الباف هتبقى صعبه جدا. بتقول انت قلت انك هتغير الخطه. بيقول لها احنا هنكون بخطف اطفال العمالقه اولا. بيقول لها استدعي فارس اخر، ده باين كده داخلين على معركه طاحنه في الباف. وبنروح للقلعه اللي فيها لوفي والباقي. بيكون لوفي متعصب جدا ان العمالقه قالوا ان شانكس عمل فيهم كده وهم متاكدين من دوت، ولكن لوفي مش مستوعب الامر، شانكس عمره ما يعمل كده وانا عارفه. بيقول له زورو شانكس كان هنا من قريب، هتلاقيه لسه موجود. وبيقول له لوفي شانكس طيب مش شرير وانا واثق من دوت، وتقريبا دي شخصيه منتحله لشخصيه شانكس. بيقول له العملاق طالما مش هو هيبقى اخيه، وبيكون لوفي متعجب من كلامهم. بيقول له اخيه؟ انا عمري ما شفت شانكس يتحدث عن عائلته، ده كان طفل في صندوق في سفينه روجر، وروجر والطاقم اصبحوا عائلته. فبتكون في شخصيه مجهوله اتيه الى القلعه اللي موجود فيها لوفي والباقي، وبنشوف فرانكي مع ريبلي، وبيكون مصدوم من حجم شجره ادم وعاوز يشوف اكتر. وبتقول له ريبلي في رسومات هنا فيها الشجره صنعت بواسطه الاطفال، ولكنها تحجرت فيها الشجره. وبيروح فرانكي عشان يشوفها وبيكون مصدوم، لكن ازاي الاطفال رسموها؟ دي بتضم شعوب مختلفه ومفيش عمالقه حتى كتير. بتقول له ريبلي الرسمه دي اترسمت منذ 900 او 800 سنه، وده معناته في حقبه القرن الفارغ، والشعوب كانت ما بينهم خلافات وحروب ومفيش ثقافه متبادله، لكن هي لا تزال رسوم وخيال الاطفال، وهي اصبحت من ارث الباف. يكون فرانكي عايز يوري الصوره دي لروبن، بنشوف الاطفال بيلعبوا وبتكون الاجواء سعيده جدا. وبيروح لمكتبه البومه، وبيكون ساول بيدور على كتاب معين وبيلاقيه، وبيكون هو ده كتاب هارلي المشهور، وهو بيضم تاريخ الباف. وبيقول ساول الكتاب ده بيضم حاكم الشمس نيكا، والناس كانوا بينشروا تراث نيكا في السر في العالم كله، وكانت هناك خلافات حول شخصيته. هناك اشخاص يقولون انه حاكم الدمار او حاكم التحرير، لكن العالم اتفق على صفه واحده وهو يظهر على ايقاع الضحك والرقص. يبقى ساول رقصه نيكا، وبنشوف العمالقه بيحتفلوا وبيرقصوا رقصه نيكا برضه. بيقول لها ساول الكتاب ده بيضم
3 فصول، والفصل الثالث بيضم عالمنا دوت، يعني هذه الحقبة وعلى ما سيأتي قريبا، وبتكرهها روبين، وبيكون فرانك مصدوم من رسوم الأطفال، وبين كده هي بتضم لغز كبير جدا فيها المستقبل وفيها الماضي وعلى أسرار القرن الفارغ. وكده وصلنا للنهاية، وبين كده الأحداث الجاية هتبقى جنونية تماما، وهناك حرب كبرى أتاها الألباف، وترى لوفي والباقي هيتعاملوا معاها ازاي، وهل لوكا هينجو من هجومه أم لا، ومن تلك الشخصيات المجهولة. وده كل ده هنعرفه في الحلقة القادمة. ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك الجميل على الفيديو.